السلام عليكم واسبوع جديد من الدوري الانجليزي. ولو وصلك الفيديو اشترك في القناه. هتكلم عن ليفربول النهارده كانت بتلعب بورنموث اول ماتش على ارضها. الماتش خلص 3-1 مع طرد ماك أليستر. بالنسبه لاول دقيقتين في الماتش كانت اللعيبه نازله مغيبه، مش عارفه هي نازله فين. حقيقي كان في حاله سكر غريبه. يعني في اول دقيقتين جه جونين غلطتين من ارنولد. الحمد لله واحد اتحسب اوفسايد والتاني اتحسب جون. فيورجن كلوب بيتحنيك حنيكه ايه اللي هو بيقلب الخطه بتاعت الاربعه اللي ورا ثلاثه اللي هو روبرتسون وفان دايك وماتيب، وينزل ارنولد جنب ماك أليستر، فتبقى 3-2-2 اللي هو جابكو وسوبوزلاي، وثلاثه اللي هو صلاح ودياز وجوتا. فالطبيعي لما انت هتحط ارنولد اللي هو الاختراع الجديد لارنولد رقم 6، فهتقول ان ارنولد هيلعب في 6 في بنايه الهجمه. ففان دايك اليسون كان فاضي جنبه، ما بصلوش، بصل ارنولد، ما حدش ضغط عليه والله. هي الكره طالت منه راحت مقطوعه، بصوا لسولانكي شاط خبطت في فان دايك، اتردت للمهاجم الاسمراني الوينج، دخلت جون. فايه هوب ايه ده، دي 2-1-0 يعني. طيب ايه في احنا لسه ما لحقناش نعمل حاجه، احنا لسه ما اتعشيناش، احنا لسه ما اتغديناش. بس المهم ايه، ليفربول ابتدت تفوق شويه وايه وتشتغل على الكورنرات، وفي حركه جديده كده، يوقفوا فان دايك في النص ويقعدوا يلفوا حواليه خمسه كده، يقعدوا يلفوا حواليه لحد ايه ما الكورنر يتلعب. يا ابني الكورنر يتلعب بقاله 5 دقايق يا ابني، ما تروح تلعب بدماغك. فالمهم ايه لطشت معاهم في مره، وفان دايك ايه جاب واحده في العارضه، وايه وحاولوا يعملوا عليها الفولو، بس ايه ما حصلش اي حاجه. بعد كده بيبتدوا يشتغلوا. سوبوزلاي بقى ايه بيبتدي يفوق، بيلعب كوره لماك أليستر قبل ما بيطرد، بيلعب واحده لدياز من غير ما حد بيضغط عليه خالص، ايه بيحطها بروقان خالص كده، ايه من جنب نيتو، وبيبقى ايه 1-1. بعد كده الماتش بيمشي شويه، ماك أليستر بيطرد ما يعني من غير اي داعي خالص الصراحه. انا يعني هي يعني دينجرس بلاي، بس انا يعني هو اكيد ما كانش قصده، بس تمام اتطرد. والمفاجاه ان ليفربول كانت بتلعب احلى بعد ما الطرد بتاعها، بعد ما في لعيب من عندها اتطرد، بس يعني عادي. بعد كده ايه بقى، سوبوزلاي جاب بيلنتي مشكوك في امرها، صلاح جابها اتصدت الاول، وبعد كده عمل الفولو وجابها الحمد لله، وبقى ايه خامس هداف تاريخي بتاع ليفربول، وعدى جيرارد. بس السؤال هنا دلوقتي اليسون حالته وحشه جدا. يعني ما بقاش اليسون اللي كان بيلعب برجله، ما بقاش يلعب برجله، وكان هيجي فيهم جون النهارده بسبب ان اليسون قرر ان هو يلعب برجله. الدفاع يعني حدث ولا حرج الصراحه. ماك أليستر برضو مش بتاع 6، ولا ارنولد يا جماعه بتاع 6 يعني، ولا ده بتاع 6 ولا ده بتاع 6. فالشاب الياباني اللي هو بيقول لك ده كابتن منتخب يابان انكو ولا مش عارف ايه جابوه ده، الواد نزل شويه نينجا كده، عمل شغله مع انهم كانوا مطرود منهم، فدي حاجه تحسب له ان اول ماتش مطرود من فرقتك واحد وعملت الاداء ده كويس الحمد لله. ف... فالسؤال هنا، ليفربول رايحه لفين؟ هل يا ترى في CDM جديد جاي؟ محدش يعرف. هل يا ترى في مدافع جديد جاي؟ برضو محدش يعرف. كوناتي وفان دايك احسنهم، كوناتي احسن من فان دايك. فالصراحه فان دايك برضو غريب جدا، اليسون غريب. فماتشات ليفربول الجايه في المستوى الطبيعي مفيش ماتشات صعبه. فخلينا نشوف ليفربول هتتعامل ازاي مع الدفاع بتاعها، مع خط الوسط بتاعها. يا رب مع CDM الجديد اللي جاي يقتنعوا ان ماك أليستر مش 6، ان ارنولد ما ينفعش يلعب 6، وان هو زي ما بيهاجم لازم يرجع يدافع. فده كان كل حاجه ليها علاقه بماتش ليفربول. لو اتبسطت معانا في الفيديو اشترك في القناه. اشوفكم على خير.